لا تعقيب على كلمة زميلي وأخوي ورئيس نقابة الأبواب، ولكن أنا بدي أحكي في جانب ثاني كمواطن أردني وكمواطن أردني يسكن المنطقة الجنوبية. معاليك إحنا مبسوطين في وجودك بالشركة، وأحب أحكي للإخوان المساهمين ونقدر حرصهم على تحقيق الأرباح والحصول على الأرباح، وأحب أحكي لهم إن إحنا كعمال إحنا وياهم شركاء، هم شركاء بالمال، إحنا شركاء بالجهد. والشركة العامل مش من باب المزاولة، هو حريص مثل المساهم بل أكثر، لأنه أنت كمساهم إذا ما ربحت بالفوسفات يمكن يكون عندك استثمار ثاني تربح منه، ولكن أنا كعامل بالفوسفات ما لي بديل للفوسفات، لازم تنجح ولازم تربح حتى أستفيد. فتحت عنوان إنه إحنا شركاء، ولولا قناعتنا بهذا الرجل الدكتور محمد النبات معي ولا يهمه في أعضاء المجلس كله والإدارة التنفيذية، لولا قناعتنا فيه وحاجتنا له صدقوني كثير من النقاط ما تتحقق. واحنا كنقابه واجهنا وزملائنا العمال تحملوا، يمكن لحقنا بعض الجهد لعل وعسى ان الفوسفات تنمو وتتطور وتنعكس علينا جميعا. الامر الثاني، ارحب في شركائنا الهنود، واحب اقول لهم ان الفوسفات تحت عنايه ورعايه كل مواطن اردني، واتمنى ان الشراكه تحقق اهدافها على المستوى الوطني ويكون لها انعكاسات. ما دفعني للحديث معاليك حديث الاخوان المساهمين وتركيزهم على الجانب المالي البحت. ما شفت واحد فيهم تحدث في الجانب الاجتماعي. الفوسفات بسنوات سابقه تعمدت او احتاجت او رأت في تاسيس شركات الحليب اللي هم حكوا عنها. احنا بنحكي لانه احنا عمال وابناء المنطقه وموجودين في المنطقه، لا شك انه احنا مع الفوسفات بكل المجالات، ولكن في جوانب يجب ان توضح للمساهمين. انه هذه الشركات الحليب الموجوده ساهمت بتعيين مواطنين اردنيين، وهذول المواطنين الاردنيين لهم حق اجتماعي على الفوسفات وعلى الشركات الحليب الموجوده فيها. الفوسفات تاريخيا يا اخوان كان عدد 7000 موظف اردني اللي موجودين فيها، اليوم فيها 2800 نتيجه لاعاده الترتيب لتخفيض الكلف والسياسات اللي تبناها. والله نقعد مع معالي يا اخوان، والله اشهد بالله، والله اللي ما يصير قدامي ما احكي فيه، نقعد مع معالي للساعه 10 بالليل في المكتب ولا 12 13 ساعه، وتحملنا كعمال بعض القرارات اللي اعتقد منها جارت علينا، لانه احنا بحاجه انه الشركه تتطور وتمشي. هذه الشركات بكره انا معي رؤيه للفوسفات تنظم علاقتها مع الشركات الحليب، ولكن ان يراعى البعد الاجتماعي. بكره هذول العمال الاردنيين وينهم؟ اذا كنا بنعلم انه عدد نسبه البطاله في الاردن تتجاوز 30% او 42% يمكن في الارقام الغير معلنه، فبالتالي اتمنى عليكم ان تكون هذه الرؤيه موجوده. وزي ما تفضل زميلي ابو هيثم، مش كل شيء فلوس. اذا انت مقتدر معك 100 دينار مش مشكله اذا اعطيت واحد 10 دنانير يعيش من الكرامه، لانه ضرر للانسان العاطل عن العمل ينعكس عليك على المستوى الوطني. ممكن تكون مهدد في بيتك، يسرق بيتك او سيارتك، هذا طبعا ان شاء الله ما تكون موجوده عندك. فاتمنى ومن ضمنها، وانا اشهد لله في شركه اركان الموجوده في المنطقه عندنا في منطقه كحجاج فيها فوق ال 400 موظف بتساهم في التنميه الاجتماعيه، بتساهم في البلديات، بتساهم في تشغيل العمال. فبالتالي اذا في جوانب ثانيه تعالجوها بطريقتكم. واتمنى تحت عنوان مبدا الشراكه، ويجب ان تكون العلاقه اكثر وديه، انه القضايا الموجوده في الحاكم يجب ان تحل، نتمنى ان تحل وديا بينكم كفوسفات او الشركات الثانيه، مع ايماننا المطلق باهميه الفوسفات ودورها التنموي. واحب افرد عطوفه الدكتور شفيق الرجل رئيس التنفيذي للشركه، انا نعتبرها قيمه طيبه للفوسفات بحكم تجربتي بقطاع المناجم والتعدين والكيماويات، واحنا معك على الخير يا ابو معتصم، ونعرف حجم الشغل اللي تشوفه، التحديات اللي تشوفها. والفوسفات تحتاج فزعه من الكل لانها تمثل رئه الاقتصاد الوطني الاردني. والسلام عليكم.